فراس، اطلع قل لعمتك جاي. بأمرك ستنا. لا أمي، خليك محلك. أنت شو عم تحكي؟ ولك أنت شو سمعت؟ أمي لا تجننيني. الله يرضى عليكي امي، هي الصخر هون هلا هو بيشوف شو بدها. بنعرف شو بدها. بشرفي بكومها بأرضها. رانيا بنت أخي، يعني دمها من دمي، وإذا كان أبوها رخيص وباع دمه، نحن عنا الدم غالي. بعدين هذا حقها كيف ما كانت النتيجة. مشان الله يا امي. طالعة شوف شو بدها. يا لطيف، شو تخيلت هاللحظة؟ شو تخيلت شو ممكن قلك أول ما بتيجي عيني بعينك؟ وتخيلت شو ممكن تردي؟ بس هلأ بعد ما وصلت لها ما ضل شي من اللي تخيلته. مشان هيك بسموها لحظة الحقيقة. الحقيقة الحقيقة إنه أبي مات غدر برصاصة بظهره. لا يا عمتي لا، أبوكي مات من يوم اللي باعنا فيه، والرصاصة اللي قتلته صابتني هون بنص قلبي. بس أبي اللي صار تحت التراب، وأنتي اللي واقفة قدامي. هذا فرد أخوكي يلي كان معه لما قتل غدر. خلي عندك يضل يذكرك فيه. أنا ما عاد يلزمني، جربت استعمله وما قدرت. بعتذر أخذت من وقتك. يعني فينا نقول متفقين على المبدأ والباقي تفاصيل. إذا على الخير أكيد متفقين، بس على قولة المثقفين الشيطان يكمن في التفاصيل. انت شايف إلي قرون ولوني أحمر؟ انت بلش وما تهتم. تصبح خير. وكيف يعني كنتي بدك تستعمليه؟
برأيك وحدة مثلي ربيانة على الغالي وعايشة كل عمرها بعز ودلال، وأبوها مو منقص عليها شي، بين يوم وليلة بتفيق ما بتلاقي حدا، بتلاقي حالها لحالها بهالدنيا ضايعة. راح وترك لي معه ديون ومصايب. لو بكتشف إنه أبي مهرب وتاجر مخدرات. لحقوني الديانة، ما عاد عرفت كيف بدي أقرب منهم. بلشت تطلع لي مصايب، ناس وحالة. آخر شي كان في جماعة واصلين، ما بعرف شو كان عم يشتغل معهم، بس بعرف إنه قلبوا ضده. وصلوا لعندي صاروا يدقوا بابي كل يوم والتاني ويهددوا، شي بدهم بضاعتهم، شي بدهم كاش. ما عاد عرفت شو بدي أعمل. خفت يخطفوني لأنه أكيد بيعملوها. قمت غيرت بيتي، بس ضلتني عايشة بقلق كل الوقت. قلت لحالي أحسن شي سافر برات البلد وأخلص من هالقصة. لقيتهم حاطين لي اسمي على الحدود. فبرأيك وحدة مثلي كيف ممكن تستعملوا لهالمسدس غير انه تقتل حالها؟ بس ما قدرت. هذا المسدس صار لعنة بحياتي، بدي أخلص منه بأي طريقة. يا ستي الحمد لله على سلامتك، منيح اللي قدرتي توصلي. بس وين كنتي حاملة حالك ورايحة من صاص الليالي؟ عبلاد الله الواسعة. أمي أنا رايحة. إجا شاهين. يا حبيبتي. هذا ابنك؟ إيه هذا ابني وابن شاهين. إيه غازي. الله يخلي لكم يا. تسلمي. تصبحوا على خير. تلاقي الخير يعني. استني صخر، خد شنطاية اختك من مروة وخلي الرجال يلي برا يناولوك الأغراض يلي تركتهم بنت خالك قدام الباب. بأمرك. الله يرضى عليكي. خدي بنت أخي على غرفة منى. تفضلي. إيه عمتي؟ ارتاحي الليلة وبكرة بنحكي. ارتاحي. روحي نامي. رانيا؟ رانيا بنت خالي؟ مرت القصة على خير؟ ام جبل كيفها؟ طيب ليك حكي معي الصبح بخبرك وين بكون لنتفاهم. فتحوا يومكن منيح. أمرك معلم، أمرك.
شو بيك واقف مثل الصنم؟ يلا فوت لك مطرح، يلا. فديحك نسيان على المغسله. دير بالك، القصة فيها قطع روس. انت خليك ساكت وما بيصير شيء. يلا عمي فراس ناطرة. لوين هالزيارة من الصبح؟ الزيارة ضرورية. مثل تليفوناتك اللي عم تعملهم بالسر ومفكرني ماني منتبهة؟ شوفي حماتك. وفراس لوين ياخدك؟ تفضلي تفضلي تفضلي. يلا بسيطة عمي بسيطة، بتكون غيرانة عليك ما بدها. لك يا عمي وقت كنت باجرتين ما عملتاش، هلا بدي اعملها. صباح الخير. صباح الخيرات. صباح النور يا ست الكل. جربت افتح الباب عليكي لقيته مقفول، قلقت عليكي. لسه ما فاقت بنت اخي؟ حكاية صار لها أكثر من 5 سنين، ليش تناطرت لهلا؟ شغلة ما شغلة توقيتك يا أبو علي. يا متارات رقدت السنين وفجأة أبت. مشان هيك الحذر واجب. بدي عيونك عليها 10/10. ما وقت مفاجآت. بأمرك معلم. طيب شو عن هيدا نمر؟ نمر هذا زلمة الزيدان، بده المعمل ليساوي فيه مخدر. معملنا يا أبو علي رح يصير من برا لبن ومن جوا كبتاجون. كبتاجون وبالهيبة؟ طيب ليش معملنا بالذات؟ لأنه إذا بده يفتح معمل بيفتح العين عليه. بده معملنا ليتغطى بسمعتنا. وليش بالهيبة؟ لأنه قريب من الحدود. سقط لقط. أخو شليتة؟ أخو 60 شليتة. لكن من شو نطوا العمال واختفوا الموزعين وتكدست البضاعة وخربت ووقف المعمل من شو؟ أيوة. مشان هيك بتقول له لصخر يقول لنمر. عرضك الكريم والسخي وكل الكلام هذا
مشكورة عليه ومنقدر التقدير العالي، بس نحن أملاكنا ملا البيع، وبالذات معمل اللبن. عمرك معلم. لحظة ليك. قل له إذا عنده عرض تاني بخصوص المعمل نسمع. كيف معلم؟ عرض تاني؟ مثل ما سمعت، بدي إياه هون. حضني. تفتكر صخر بيرد لك خبر بسرعة؟ لو بده يرد كان رد من الأول. هيك في 3 احتمالات، يا اما انسى الموضوع منه موافق، يا القرار مش بايده، يا 2 سوا. أنا اللي بسمعه إنه القصة كلها بإيد أمه. أم جبل هي أساس كل شيء عم بتشوفه. حتى لما كان جبل بيعزه ما كان يضرب ضربة قبل ما يستشيرها. عاطفة ولا هو من جماعة ورا كل رجل عظيم امرأة؟ بدها تكون تاني. المرأة منا هينة أبدا. ورا كل رجل عظيم، شو أساس سنسفيل هذا المثل؟ ما عم تركب براسي. شو هالما عم تركب؟ كيف فيك تكون رجل عظيم ووراك حدا؟ يعني أنت مسلم ظهرك لحدا وأنا بأمي مبوسة. بكل الحالات هالقصة بدها وقت، كرمال هيدا الوقت ما يطول بتكفي باللي بلشت فيه. زيد لهم العيار نكزة. عزيز وغالي يا أبو علي. الله يخليك يا معلم. ها جاي. الله سمي بالله. يا رب. ايوه. ما اشتقت له العلي؟ كيف لكان؟ شقفي من روحي مسدودة بهالحبس. سلامة روحك، وربي ما بيهون علي. مالي عين شوف ام علي ولا مروه وعلي جوا وانا برا. فداك يا معلم جبال، ولا شو هالحكي هلا؟ اللي جاي كبير، وعلي لازم يكون بيناتنا صار السجن خطر عليه. مشان هيك بلغناه انه طلعته قربت. كلها كم طلعت شمس وبيكون بيناتنا. الله اكبر، هيدا احلى خبر سمعته من زمان. اجل الفرحه لطلعته بالسلامه ان شاء الله. يا رب. علي وصى الشايب بده شغله من برا بدنا نفوت له اياها. حاضرين، رح بحكي مع ابو طلال ونوثق معه. ما بدي اوصيكم البيت بامانتكم. ها بعيوني معلم جبال. كيف في يجمع كل هالروس الكبيرة المسكين خطوط التهريب على طول الساعة؟ لا 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 يا معلم شهين، شو بك؟ شو نسيان مين انت؟ مين بكل الساهل؟ ها؟ بيسترجي يقول لا، بيسترجي يقول لا لبيت شيخ الجبل. مين؟ انت هيك بتقول؟ والله انا هيدا رأيي. لكن بنعمل عزيمة تليق بالمقام، نحكي جوز هالكلام، منجرح ومنداوي. حلو الفكرة، لكن ابر تصرف. عشت. الو، اسمعني زين، غرضانك عندنا بالحفظ والصون، وحنا مالنا شغل بيهن،
واحد من رجالك وده يجيك الحين ومعه حبة منهم، واعتبر هذا الشيء بادرة حسن نية من يمنا. وبخصوص الضيف، حنا ودنا إياه، وانت مشكور على كرم ضيافتك ومع زلمتك ورقة مكتوب بها كل شيء عن تفاصيل الاستلام والتسليم. نشوفك على خير إن شاء الله. صباح الخير. صباح الخيرات. آسفة نقصتك. لا، كنت شاردة شوي. بعرف إنه مستغربة وجودي هون، وأنا كمان مستغربة. عادي عادي. اسمعيني منيح. لما خلق أبوكي أنا حسيت إنه مو صار عندي أخ وبس، صار عندي ولد وربيته مثل ما ربيت ولادي، وخسرته مثل ما خسرت ابني عادل. على كل أنت ما لك علاقة بهالموضوع، كلنا بدنا نموت والموت علينا حق، بس موت عن موت بيفرق، وأبشع موتة لما الواحد بيموت رخيص. الله يسامح أبوك ويرحمه برحمته، قتلني قتل وشق لي قلبي. يلا يلي راح راح. اللي راح راح. في شي أخبار من الشام؟ أبداً، أنا مقطوعة عن العالم. خلي صخر يجيب لك تليفون. والله هيك أريح. الجبل هيك قال؟ بالحرف بصير. وقال إذا عنده عرض تاني كون مستعد تناقشه وتحكي فيه، تسمعه برواق. أنا ما عم بفهم ليه عم تعطوه مجال لهذا النمر ابن السعيد. لا بدنا لا عرض تاني ولا ثالث ولا عاشر، خليه عم يطول ويعرض لحتى ربك يفرجها. معمل ما في. صخر عمال مثل ما قال خيك وبس. خلصنا بقى، عمال عم يضحكوا هون. وقف لي الشغل انت وياه. ما عادش فينا نضلنا بلا شغل، ولادنا عنجة عم تاكل. نزار معه حق، خلينا نحكي المعلم صخر يعجل بالدفعات، وهيك بنحل 3/4 المشكلة. نحن بدنا نحلها كلها. إذا أنتوا قبلانين بهالكم فارس اللي عم يتصدقوا فيه عليكم، رح يركبوا على ظهوركم كل العمر، وكل مرة حيصير هاي. شو الحل؟ عند المعلم نامر، هو قال بحلها. ولك حاجة توز براسنا، نحن حكينا مع صخر مش مع نامر. انت دايما حطك على تنظير، اصلا مش نافع لشيء. شو انتوا ليه؟ مثل ما سمعت. يلا ورا ولاد، يلا ورا ولاد، يلا ورا ولاد. شافك عم خلاص. يه هيدا المعلم نمر، لفوت نظف الكرسي، اكيد جاي يقص شعره. هيك خشليتي لحق يعرف، اكيد بكون راسده من البيت. شرفت.
شو معذب؟ ولو عذابك راحة. شكلها بشاهد. ريتو ألف صحة وهنا، رح روح جهز لك وحدة تانية. ما في داعي. ولو خفيها. شكله المحل منيح. شفنا مع احمد شو وضعه. حاضر. هيدا برهان. ايه برهان؟ استاذ صباح الخير، شم لي هالكولوريا بتجنن. لحظة شو هيدا؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ممنونك. شو هيدا؟ شو هيدا بارفان؟ نحن كرماء وانت من اهل الكرم وبتستاهل. شكرا ممنونك. اهلا وسهلا. ممنونك. برهان اللي انسحب البساط من تحته بالمعمل. هيدا زلمتك صاير ناي وبده راس. رتب له موعد لنشوفه. حاضر. ليك خذ الشباب واطلع واترك لي السيارة، عندي مشوار بدي اروحه لحالي. اعطيني المفتاح. اطلعوا معي. مراحب. خليني أعرفك على حالي. أنا نمر ابنك. ما صح لنا نلتقي. وقت اللي قتلوك كنت بعدني عم بستوي ببطن أمي. بس حكيت لي كتير عنك. نيالك على الحب. يا ريت لي حدا يحبني نص الحب اللي حبيتك اياه. قصتك ضلت مع امي لحتى ماتت. تركت لي هذا الماضي الثقيل ورثت الوحيدة منكم. جريتها معي من ميتم لميتم. حملتها على بلدان العالم. الوقت كنت عم بعيش الجوع والفقر
والعوز والحرمان والوحدة. أنا وعم بشتغل ويحترق سلافي لحتى أخلص من الفقر. الفقر يلي خليهم يستوطوا لك حياتك ويقتلوك ويشردوا أمي وييتموني. الهيبة هيدا المطرح يلي نزلت فيه قصة حبكم. وحياتك يا أبو نمر، وحياة معزتك عند أم نمر، رح أذله. فراس اطلع قل لعمتك جاي. بأمرك ستنا. لا أمي، خليك محلك. أنت شو عم تحكي؟ ولك أنت شو سمعت؟ أمي لا تجننيني. الله يرضى عليكي امي، هي الصخر هون هلا هو بيشوف شو بدها. بنعرف شو بدها. بشرفي بكومها بأرضها. رانيا بنت أخي، يعني دمها من دمي، وإذا كان أبوها رخيص وباع دمه نحن عنا الدم غالي. بعدين هذا حقها كيف ما كانت النتيجة. مشان الله يا أمي. طالعة شوف شو بدها. يا لطيف، شو تخيلت هاللحظة؟ شو تخيلت شو ممكن قلك أول ما بتيجي عيني بعينك؟ وتخيلت شو ممكن تردي؟ بس هلأ بعد ما وصلت لها ما ضل شي من اللي تخيلته. مشان هيك بسموها لحظة الحقيقة.
الحقيقة إنه أبي مات غدر برصاصة بظهره. لا يا عمتي لا، أبوكي مات من يوم اللي باعنا فيه، والرصاصة اللي قتلته صابتني هون بنص قلبي. بس أبي اللي صار تحت التراب، وأنتي اللي واقفة قدامي. هذا فرد أخوكي يلي كان معه لما قتل غدر. خليه عندك يضل يذكرك فيه. أنا ما عاد يلزمني، جربت استعمله وما قدرت. بعتذر أخذت من وقتك. يعني فينا نقول متفقين على المبدأ والباقي تفاصيل. إذا على الخير أكيد متفقين، بس على قولة المثقفين الشيطان يكمن في التفاصيل. انت شايف إلي قرون ولوني أحمر؟ انت بلش وما تهتم. تصبح خير. وكيف يعني كنتي بدك تستعمليه؟ برأيك وحدة مثلي ربيانة على الغالي وعايشة كل عمرها بعز ودلال، وأبوها مو منقص عليها شيء، بين يوم وليلة بتفيق ما بتلاقي حدا، بتلاقي حالها لحالها بهالدنيا ضايعة. راح وترك لي معه ديون ومصايب. لو بكتشف إنه أبي مهرب وتاجر مخدرات. لحقوني الديانة، ما عاد عرفت كيف بدي أقرب منهم. بلشت تطلع لي مصايب، ناس وحالة. آخر شي كان في جماعة واصلين، ما بعرف شو كان عم يشتغل معهم، بس بعرف إنه قلبوا ضده. وصلوا لعندي صاروا يدقوا بابي كل يوم والتاني ويهددوا، شي بدهم بضاعتهم، شي بدهم كاش. ما عاد عرفت شو بدي أعمل. خفت يخطفوني لأنه أكيد بيعملوها. قمت غيرت بيتي، بس ضلتني عايشة بقلق كل الوقت. قلت لحالي أحسن شي سافر برات البلد وأخلص من هالقصة.
لقيتهم حاطين لي اسمي على الحدود. فبرأيك وحدة مثلي كيف ممكن تستعملوا لهالمسدس غير انه تقتل حالها؟ بس ما قدرت. هذا المسدس صار لعنة بحياتي، بدي أخلص منه بأي طريقة. يا ستي الحمد لله على سلامتك. منيح اللي قدرتي توصلي. بس وين كنتي حاملة حالك ورايحة بنصاص الليالي؟ عبلاد الله الواسع. أمي أنا رايحة. إجا شاهين. يا حبيبتي. هذا ابنك؟ إيه هذا ابني وابن شاهين. Seven of Cups. So first we're going to go ahead and clarify the Ace of Wands. Brand new start. The sun, notice, is very apparent on this card, full of positive energy, new growth. And this cliff reminds me of the Fool, ready to take that leap of faith. And to clarify, we have the High Priestess. She comes out twice today. So you've really listened to your intuition or guidance from someone who is connected to their intuition. And you're moving forward with this new idea. And then we have this Queen of Pentacles. Let's see what they want to clarify with her. And it's the Eight of Wands. So fast moving energy coming to you. Possibly a trip, information about a trip, and the white doves are carrying the messages in, and the white doves are purity, pure intention, and the Queen of Pentacles is known as very generous. So you may be getting information from someone who is a Queen of Pentacles, someone who's very good with money. She knows how to get things done. She's generous and like a homemaker. Very down to earth. And I can't help but see the bunny in the background. Again, a 28-day cycle with the bunny. So things may get started. The ideas may come, but it may not start for 28 days. Put that into your story. But we have the Seven of Wands coming up next, clarified by the Strength card.